السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي طلاب تانية إعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في الدرس الثاني في الوحدة الثانية. معلش اتأخرنا عليكم شوية، بس إن شاء الله هنلحق نخلص وهنرجع لكم على المنهج كله واحدة واحدة، ويلا بينا. النهاردة يا شباب هنبدأ في الدرس الثاني في الوحدة الثانية، وهو المعادلة الكيميائية. وإحنا خدنا التفاعلات الكيميائية وعرفناها، لو ما شفتش الدرس روح شوف. خليك بقى معايا النهارده في المعادله الكيميائيه. يا مستر، اتفقنا ان في حاجه اسمها تفاعل كيميائي، والتفاعل الكيميائي ان في حاجه اسمها متفاعلات وحاجه اسمها نواتج. طب اعمل المتفاعلات والنواتج دي ازاي؟ قال لي عن طريق حاجه اسمها المعادله الكيميائيه اللي هنعرفها النهارده. يلا بينا نبدا. قال لي معظم عناصر الجدول الدوري اللي احنا خدناهم في سنه اولى بيوجدوا في الظروف العاديه في صوره جزيئات احاديه الذر، يعني فيها ذره واحده، زي الكربون والليثيوم. يبقى الكربون والليثيوم دول من العناصر اللي عندهم ذره واحده او احاديه الذره. طيب في 7 عناصر بس هم اللي موجودين في صوره ثنائيه الذر. يلا نقولهم مع بعض: هيدروجين، نيتروجين، اكسجين، فلور، كلور، بروميود. 7 عناصر: هيدروجين، نيتروجين، اكسجين، فلور، كلور، بروميود. تمام كده؟ يبقى دول 7 عناصر ثنائيه الذر. يبقى الأحادية هم زي الكربون والليثيوم ومعظم عناصر الجدول الدوري. الثنائية 7 اللي هم هيدروجين، نيتروجين، أكسجين، فلور، كلور، بروميود. يبقى الاثنين اللي جنب النيتروجين دي معناها ان هو بيتكون من ذرتين مش من ذرة واحدة. الكربون بنحط له واحدة كده لان هو بيتكون من ذرة واحدة بس. طيب أيونات العناصر والمجموعات الذرية، دي الأمثلة اللي احنا محتاجينها إن شاء الله تتحفظ علشان بإذن الله نبتدي نعمل بيهم المعادلات بتاعتنا. أولاً يا مستر وهو عنصر الليثيوم. الليثيوم Li، الصوديوم Na، والبوتاسيوم K، والفضة Ag، ودول كلهم فلزات. المغنيسيوم Mg، والكالسيوم Ca، والزنك أو الخرسين Zn، والباريوم Ba. طيب اللي فوقيهم دول تكافؤاتهم، يعني ده تكافؤ احادي 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 احادي، ده ثنائي. طيب الالومنيوم ثلاثي، وفي مجموعه ذريه واحده هي اللي موجبه خدناها السنه اللي فاتت، اسمها مجموعه الامونيوم. اسمها مجموعه الايه؟ الامونيوم. طيب تعالى بقى بعد كده بعض اللافلزات وايوناتها السالبه. نبدا بفلوريد اللي هو الفلور، كلوريد اللي هو الكلور، بروميد اللي هو البروم، ويوديد اللي هو اليود. طبعا الاكسجين اللي هو اكسيد، والكبريتيت اللي هو S-2. ده تكافؤ احادي وده تكافؤ ثنائي. طب المجموعات الذريه السالبه بقى كلهم سالبه ما عدا مجموعه واحده هي الامونيوم، هي الوحيده اللي موجبه. طيب اولا يا مستر مجموعه الهيدروكسيد OH، النترات NO3، النيتريت نترات NO3، نيتريت. ما دام قلت ايد دي يبقى نشيل ذره اكسجين اللي هي NO2. البيكربونات والكربونات والكبريتات والكبريتيت والفوسفات. اهو كبريتات، لما جيت قلت كبريتيت كان هنا SO4، هنا بقى SO3 عشان قلت كبريتيت. نيتريت NO2. طيب المركبات دي بقى لازم تتحفظ، سيادتك لازم تحفظها. طيب تعالى بقى نشوف انواع المركبات. اتفقنا برضو السنه اللي فاتت ان انا عندي املاح، احماض وقلويات واملاح. نبدا بالاحماض، وقلنا ان الاحماض دي بتبدا بالهيدروجين ويليه رمز انيون العنصر مثلا O او OH، زي مستر HCl. اولها H يبقى ده حمض، وده حمض الهيدروكلوريك اللي احنا خدناه كان موجود في المعده السنه اللي فاتت. حمض الكبريتيك وهو H2SO4 اهو. حمض النيتريك HNO3 اولهم H، يبقى دول احماض. يبقى الثلاثه دول يا مستر اولهم H. حلو. طب تعالى بقى للقلوي. قال القلوي بتبدا برمز الكاتيون او صيغه كاتيون المجموعه الذريه وتنتهي بالهيدروكسيد. هيدروكسيد الصوديوم وهو NaOH اخره OH اهو، بص كلهم اخرهم OH. هيدروكسيد الكالسيوم CaOH باي 2، وال2 دي عشان السي تكافؤها ثنائي وقلنا بنبدل التكافؤات. هيدروكسيد الامونيوم
NH4OH. طيب نيجي بقى للملح. قال الملح بيبدأ بكاتيون القلوي والذي يكون أيون موجب لعنصر فلزي أو أيون مجموعة ذرية موجب، يبقى بيبدأ دايما بالموجب، ويليه رمز أنيون الحمض والذي يكون أيون سالب أو مجموعة ذرية سالب، زي كلوريد الصوديوم Na اللي هو الموجب Cl، كلوريد الأمونيوم NH4Cl، نترات الصوديوم NaNO3، كبريتات الأمونيوم NH4SO4. خلاص كده؟ طيب احنا بنكتب الرمز ازاي اصلا يا مستر؟ قال لي مثلا قال لي هيدروكسيد الصوديوم، اكتبه ازاي؟ قال لي اولا هنيجي تحت كل كلمه ونكتب الرمز بتاعها، يعني الصوديوم Na والهيدروكسيد OH. حلو، الهيدروكسيد دي مجموعه سالبه احاديه والصوديوم احادي، طبعا واحد هيروح مع الواحد يبقى كلها اسمها NaOH. نفس الكلام ده بيحصل مع كل ده، يعني مثلا جه قال لي مثلا نترات الصوديوم، حلو، اجي تحت الصوديوم وراح كاتب Na اللي هو الرمز بتاعه، والنترات NO3 اهو، ده احادي وده احادي هيروحوا مع بعض يبقى NaNO3. ده بالظبط رمز العنصر اللي بيكتب. طب لو مثلا طلع زي ده كبريتات الامونيوم اهو، هنيجي عند الكبريتات نروح حاطين SO4 وتحت الامونيوم نروح حاطين NH4. الكبريتات دي لو بصينا عليها اللي هي ثنائيه ودي احاديه، هنعمل ايه؟ قال لي بنعمل مقص، نبدل ده مع ده وده مع ده يبقى NH4. طب دي يا مستر اسمها مجموعه ذريه بتتعامل كانها حاجه واحده، نحط لها هنا 2 وSO4. خلاص كده؟ يبقى لو مختلفين بنبادلهم، لو متشابهين بيروحوا مع بعض، ما بنكتبش اي واحده. طبعا الشحنه الكليه للمركبات الحمض والملح والقلوي كلهم تساوي 0. عدد ذرات الهيدروجين في جزيء الحمض يساوي مقدار الانيون او المجموعه الذريه، يعني في الحمض هنا ده احادي فخد ذره هيدروجين واحده، ده ثنائي فخد ذرتين هيدروجين، ده احادي فخد ذره هيدروجين واحده، وهكذا. نفس الكلام هنا، ده احادي فخد ذره هيدروكسيد واحده، ده ثنائي فخد ذرتين هيدروكسيد، ده احادي فخد ذره هيدروكسيد واحده. طيب قال لي كمان المجموعه الهيدروكسيد برضو بتساوي التكافؤ. عند تكرار نفس المجموعه الذريه في الصيغه الجزيئيه للمركب تكتب المجموعه الذريه بين قوسين واسفلها الرقم الدال على عدد مرات التكرار. يعني المجموعه الذريه، يعني مثلا مجموعه الامونيوم اللي هي دي NH4 ولا ايه، معلش، دي لما اجي احط لها رقم لازم اعمل لها قوس عشان تبقى باي كذا، لانها كل دي رمز واحد. خلاص، لان احنا خدناها السنه اللي فاتت. طيب نيجي بقى يا مستر للمعادله. قال لي الشكل المقابل يعبر عن احتراق الكربون في وجود غاز الاكسجين، واحنا عارفين الاكسجين هو اللي بيساعد على التفاعل لتكوين غاز ثاني اكسيد الكربون. العلماء فكروا في اختصار للوصف ده كله وقال لك هنعمل نوعين من المعادله، معادله لفظيه ومعادله رمزيه. في البدايه اللفظيه هتتكتب بالاسامي، هنكتب حاجه اسمها المتفاعلات ودي بتبقى في الجانب اليمين من السهم، في يمين السهم، والنواتج بتبقى في شمال السهم وفي النص السهم. حلو، هو بيقول لي ايه؟ احتراق الكربون، احتراق يعني في حاجه اسمها حراره اتحرقت يعني. حلو، تعالى بقى نجيب الكربون، يبقى كربون في وجود الاكسجين زائد اكسجين هيدينا الناحيه الثانيه ثاني اكسيد الكربون. طيب وعشان يا مستر حصل احتراق فبنحط له كلمه حراره على السهم. طبعا كلمه حراره دي ليها رمز، بس احنا دلوقتي في المعادله اللفظيه، يبقى الجانب اليمين اسمه متفاعلات اللي داخله التفاعل، والجانب الشمال اسمه نواتج اللي خارجه من التفاعل. يبقى اللي السهم بيبص لها اسمها نواتج، اللي السهم مدي ظهرها اسمها متفاعلات. خلاص كده؟ حلو. طيب المعادله اللفظيه ما بتوضحش الحاله الفيزيائيه للماده، يعني انا ما اعرفش الكربون ده كان ثلج جاف مثلا، كان يعني متجمد ولا غاز ولا كان ايه، وثاني اكسيد الكربون ده كان ايه. طيب ايه كمان؟ قال لي ما تعرفش الكربون كان داخل بكام ذره وخارج بكام ذره، فبالتالي ما فيش حاجه اسمها، او ما اعرفش النسبه بين اعداد الذرات والجزيئات الموجوده في التفاعل.
بعد كده طورنا المعادله دي الى ما يعرف بالمعادله الرمزيه بعد ما العلماء اخترعوا الرموز بتاعت العناصر. وبقينا نعمل ايه؟ قال لي يا مستر نكتب رمز الكربون ورمز الاكسجين. الكربون رمزه سي زي ما احنا عارفين، والاكسجين رمزه O2 لانه ثنائي الذره. سي زائد O2 هيدينا الناحيه الثانيه CO2 اللي هو كربون زائد اكسجين هيدينا ثاني اكسيد الكربون. تمام كده؟ والحراره هنشيلها وبنحط رمز اسمه دلتا اللي هو المثلث ده. دلتا ده معناها تغير او حراره، احنا هنا عايزينها بمعنى حراره. وبنكتب اسفل كل رمز او صيغه الحاله الفيزيائيه اللي بيتواجد عليها اثناء التفاعل. يعني هنا مثلا الكربون مكتوب له اس ده اللي هو سوليد اللي هو صلب، والاكسجين مكتوب له جي اللي هو جاز، يبقى الاكسجين هنا كان داخل في حاله غاز والكربون صلب. طيب ثاني اكسيد الكربون طبعا غاز زي ما احنا عارفين. يبقى هي المعادله الرمزيه قال لي هي تمثيل رمزي للتفاعل الكيميائي بالرموز والصيغ الجزيئيه بيوضح ابسط نسبه بين اعداد الذرات او جزيئات المواد المتفاعله والمواد الناتجه من التفاعل. الرموز بقى المعبره، ازاي اكتب الرموز المعبره عن الحاله الفيزيائيه؟ ركز معايا وبص. قال لي والله لو كان صلب هنكتب له اس اللي هو السوليد صلب، يعني سواء كان راسب ملح مسحوق صلب، ماشي كده؟ يعني جه قال لي مسحوق ملح مش عارف كلوريد الصوديوم، مسحوق يبقى صلب على طول. راسب من كلوريد الفضه مثلا يبقى صلب على طول. طب اذا كان بخار او ميه، قال لي لو ميه يبقى ليكويد، وطبعا ده بخار متكاثف يعني اتحول لميه خلاص. ليكويد اللي هي ال معناها سائل، وسوليد صلب. طيب بعد كده عندي اذا كان فوران او فقاعات اللي هو الغاز يعني نكتب له جي اللي هو جاز. طيب لو كان بخار نكتب في اللي هو فيبور باين تقريبا يعني. لا خد بالك انا حلو في الانجليزي. ماده مذابه في الماء، اي حاجه متدوبه في ميه اسمها محلول، والمحلول يا مستر اسمه AQ. خلاص كده؟ حلو. يبقى الفلزات كلها صلبه ما عدا اللي احنا خدناه الزئبق هو اللي سائل اللي هو نحط له ال. شروط التفاعل اللي بتكتب على السهم. على السهم اتفقنا ان في حاجه اسمها بتتكتب زي ما كتبنا الدلتا اللي هو الحراره. طيب تعالى واحده واحده كده. اولا يا مستر انا عندي حاجه اسمها العامل الحفاز. ايه هو العامل الحفاز؟ هو ماده تزيد من سرعه التفاعل دون ان تستهلك او تتغير. يبقى ماده بتزود سرعه التفاعل. يعني سيادتك كلت اكله تقيله لغيت جامد وتعبت بقى الاكل واقف لك هنا ومش لاقي مكان ينزل فيه، فتروح طالب بيبس تشرب او بيبس مقاطعه، تروح طالب اي حاجه ميه غازيه وتروح شاربها، فيبتدي يحصل ايه؟ الاكل ده يبتدي يتسرع عمليه الهضم. ده اسمه عامل حفاز اللي هو الميه الغازيه دي. العامل الحفاز ماده بتزود سرعه التفاعل بس هي ما بتتاثرش. طيب تجرى بعض التفاعلات بالتسخين وبعضها في وجود عامل حفاز وبعضها في وجود الاحماض، والحمض ساعات يكون مخفض او مركز. وعايزين نعرف بقى نكتب ايه لو جه قال لي حراره، جه قال لي مركز، جه قال لي مخفف، جه قال لي عامل حفاز، اكتب ايه؟ قال لي اولا لو حراره او تسخين يبقى نكتب دلتا اللي هي المثلث ده. طيب لو عامل حفاز قال لي بنكتب كات ده CAT. طيب لو حمض مخفف بنكتب دل معناها مخفف. لو حمض مركز بنكتب كونك، كلمه كونك دي اللي هي CONC. دي الحاجات اللي هتتحط على السهم. يلا نبدا واحده واحده كده عشان نشوف المعادلات يا مستر هتبقى ماشيه ازاي. طيب تعالى بقى يا مستر نعرف قانون بقاء الماده. قانون بقاء الماده بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله ان الماده لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن تتحول من حاله الى اخرى. تعالى كده، ادي الكربون داخل في اس يعني صلب، والاكسجين داخل في جي يعني غاز، وثاني اكسيد الكربون خارج جي يعني غاز. اللي قبل السهم اللي السهم مديهم ظهره اسمهم متفاعلات. طب كويس احنا كاتبينها. واللي بعد السهم اسمهم نواتج. طيب المتفاعلات قال لي هنا الاكسجين داخل بذرتين والكربون داخل بذره واحده. عرفت منين؟ ما جنبوش حاجه يبقى جنبه واحد.
هنا جنبه يبقى جنبه 2. طيب الباشا ده الكربون خارج بواحد اهو ما جنبوش حاجه، والاكسجين خارج ب2، يبقى الكربون ده خارج بذره وده والاكسجين خارج بذرتين، يبقى ده داخل بواحد خارج بواحد، ودي داخله ب2 خارجه ب2. خلاص؟ ده اسمه قانون بقاء الماده، ان الماده اللي داخله بتساوي الماده اللي خارجه. عدد الذرات بتاعت المواد المتفاعله بتساوي عدد ذرات المواد الناتجه. طيب التفاعل ده مستر قال ان العناصر الداخله في التفاعل هي نفس العناصر الناتجه عنه، اي ان عند حدوث تفاعل كيميائي لا تفنى المواد المتفاعله ولكن تستحدث مواد جديده من العدم، وانما يعاد ترتيب ذرات عناصر المواد المتفاعله لتكوين نواتج جديده لها نفس العدد من الذرات كل عنصر، وهو ما يحقق قانون بقاء الماده، وهو احد قوانين الاتحاد الكيميائي التي تخضع لها التفاعلات الكيميائيه. قانون بقاء الماده بيقول لي الماده لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن تتحول من صوره الى اخرى. طيب نيجي بقى بعد كده لقانون بقاء الكتله. قانون بقاء الكتله بيقول لي هو احد فروع قانون بقاء الماده، يبقى قانون بقاء الكتله ده احد فروع قانون بقاء الماده. جه العالم لافوزيه، العالم ده هو عالم كيميائي فرنسي، فيلسوف، عالم اقتصاد، عالم احياء، اول من صاغ قانون بقاء الكتله ما شاء الله عليه، واول من اثبت ان الاكسجين ماده اساسيه في الاحتراق. طيب وطور النظام الحديث لتسميه المواد الكيميائيه، يعني عمل حاجات كتير ما شاء الله، الراجل تاريخه حافل بالانجازات. عمل حاجه اسمها قانون بقاء الكتله. جاب يا مستر تجربه، هنجيب دوره في اللي هو كلوريد الكالسيوم، وبعد كده هنروح حاطين، لا ده كلوريد الكالسيوم في الانبوبه، وبعد كده هنروح حاطين كبريتات الصوديوم في المحلول هنا، ونحافظ عليه ونوزنه ونعرف الجرام قد ايه، كام جرام، وبعد كده نمسك الدوره ده نقلبه عشان يحصل تفاعل من الماده اللي جوه الانبوبه دي والماده اللي بره. حلو كده؟ جميل. وبعد كده قال لي نبتدي نقيس الكتله تاني بعد حدوث التفاعل، هنلاقي ان الكتله اللي داخله في التفاعل قد الكتله اللي خارجه من التفاعل، الاثنين قد بعض، وده اسمه قانون بقاء الكتله. اسمه قانون بقاء الكتله، وهو مجموع كتل المواد الداخله في التفاعل بتساوي مجموع كتل المواد الخارجه في التفاعل. اهو مجموع كتل المواد الداخله في التفاعل الكيميائي يساوي مجموع كتل المواد الناتجه عنه. طيب نيجي بقى مستر للمعادله الرمزيه الموزونه. يبقى قانون بقاء الكتله ده بيوديني لحاجه اسمها المعادله الرمزيه الموزونه. الشكل التالي يعبر عن احتراق غاز الميثان في غاز الاكسجين، والذي يعاد فيه ترتيب ذرات العناصر المتفاعله لتكوين غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. تعالى كده، ادي غاز الميثان اهو هيتفاعل مع غاز الاكسجين، وعلامه الزائد دي معناه ان ده هيتضاف على ده. حلو. هيخرج لنا غاز ثاني اكسيد الكربون والميه. طيب احنا عايزين يا مستر نعمل حاجه اسمها معادله موزونه. يعني ايه معادله موزونه؟ يعني نخلي الذرات اللي داخله قد الذرات اللي خارجه. تعالى كده نبص، قال لي عدد الذرات في المتفاعلات، السي ما جنبهاش رقم يبقى داخله بواحد، الاتش داخله باربعه اهو، السي داخله بواحد والاتش داخله باربعه، الاو داخله باتنين. حلو. تعالى بقى في النواتج، السي خارجه بواحد ما جنبهاش حاجه نحط لها واحد، والاو خارجه باتنين. طيب اتنين وواحد، ما في واحد هنا او اهي مش مكتوب جنبها حاجه، يبقى واحد، اتنين زائد واحد يبقى تلاته، يبقى الاو هنا خارجه بتلاته، داخله باتنين خارجه بتلاته. طب الاتش داخله باربعه خارجه بكام؟ باتنين، يبقى الاتش داخله باربعه خارجه باتنين، والسي داخله بواحد خارجه بواحد. يبقى الوحيده اللي مظبوطه كتلتها في التفاعل في المتفاعلات هي كتلتها في النواتج هي الكربون بس. طب باقي المعادله قال لي دي بايظه. طبعا ده بيحقق قانون بقاء الماده او قانون بقاء الكتله اللي هو احد فروعه، انما دول ما بيحققوش. طب اعمل ايه؟ قال لي يا مستر المعادله دي ما بتحققش قانون بقاء الكتله ولا قانون بقاء الماده. طب اعمل ايه؟ قال لي لازم اوزنها. يعني اوزنها اخلي اللي داخل ده قد اللي خارج بالظبط. يبقى
علل المعادله دي ما بتحققش قانون بقاء الماده. قال لعدم تساوي ذرات الهيدروجين والاكسجين في طرفي المعادله. الاكسجين داخل هنا برقم وخارج برقم تاني خالص. طيب علل لا تتحقق قانون بقاء الكتله. قانون بقاء الكتله هنا ما بيتحققش. قال لعدم تساوي كتل المواد المتفاعله مع كتل المواد الناتجه. نعمل ايه؟ قال لي نعمل حاجه اسمها وزن المعادله. ركز بقى معايا. ادي يا سيدي معادله اللي هي CH4 زائد O2 هيدينا طبعا مع حراره، السهم ده معناه حراره، CO2 زائد H2O. اعمل ايه؟ قال لي مبدئيا كده نشوف اللي داخل. السي داخله بواحد خارجه بواحد، خلاص ماليش دعوه بالسي. الاو قال لي يا مستر الاو داخله باتنين خارجه بتلاته. طيب لو ضربت هنا في 3 3 في 2 ب6. طيب ولو ضربت الاو هنا في 2 2 في 2 ب4 و1 5 طبعا مش هتنفع. طب احنا المفروض نعمل ايه؟ قال لي يا مستر المفروض بنحط حاجه قبل المعادله هنا بنسميها معاملات. المعاملات دي بتتضرب في المركب كله عشان اقدر اظبط اللي داخل يبقى قد اللي خارج. تعالى هنا كده ادي اللي داخل ايه؟ قال اللي داخل هنا في الكربون 1 او خارج 1. اللي داخل في الهيدروجين قال لي هنا اللي داخل في الهيدروجين 4 خارج كام؟ 2. الاثنين ده انا عايز اخليها 4 اضربها في كام؟ جدع اضربها في 2. 2 في 2 ب4. بقى انا كده دخلت الهيدروجين ب4 وخرج ب4، داخل ب4 خارج ب4. وطبعا الضرب بيبقى قبل المركب ما بيبقاش في النص. الارقام اللي تحت دي اسمها ارقام تحتيه. ماشي؟ طيب ارقام تحتيه يعني موجوده تحت العناصر. طيب 2 في 2 بقى الهيدروجين داخل ب4 خارج هنا ب4. حلو. الاكسجين ادي 4 2 و2 في 1 ب2. يبقى الاكسجين هنا ادي 2 وادي 2 لان هنا الاثنين دي اتضربت في المركب كله بقى 4. نضرب هنا في 2 بقى الهيدروجين الاكسجين داخل ب4 وخارج ب4. تاني هنقوله تاني. يبقى في الشكل السابق يعبر عن المعادله لتحقق قانون بقاء الماده لتساوي اعداد ذرات كل عنصر من عناصر المواد الداخله في التفاعل مع اعداد ذرات العناصر الخارجه من التفاعل. اهو اللي قبل الاكسجين دول يا مستر اسمهم معاملات، واللي بره دول اسمهم اعداد تحتيه، يعني اعداد تحت المركبات. الاعداد التحتيه دي انا ما اقدرش اغير فيها لان دي بتعبر عن الذرات الداخله والخارجه. طب انا اقدر اغير في ايه؟ قال لي بغير في المعاملات اللي قبلها، انا اللي بحطهم. حلو. نوزن ازاي؟ قال لي هنمسك كل ذره مع نفسها، الذره اللي مش مكتوب تحتيها حاجه تبقى داخله بواحد. خلاص كده؟ يلا نجرب. السي داخله هنا بواحد، مفيش حاجه جنبها، خارجه قال لي بواحد، يبقى كده السي عدت امان. الاتش داخله ب4 خارجه ب2، اضربها في 2 يا مستر، يبقى احط قبل الاتش 2، يبقى 2 في 2 ب4. الاثنين دي بتتضرب في كله، 2 في 2 يبقى الاتش هنا بقت ب4، 2 في 1 لان الاو مش جنبها حاجه يبقى الاو هنا بقت 2. خلاص؟ طيب الاو داخله بكام؟ قال لي داخله ب2، سيبك من دي لسه. الاو داخله ب2 خارجه ادي 2 زائد 2 يبقى 4. عايز اخلي ده 4 قال لي بنضربها في 2، يبقى 2 في 2 ب4. يبقى الاو داخله ب4 خارجه ب4. السي داخله بواحد خارجه بواحد. الاتش داخله ب4 خارجه ب4. وكده انا عملت حاجه اسمها معادله رمزيه موزونه، وهي معادله كيميائيه رمزيه يتساوى فيها اعداد ذرات كل عنصر من عناصر المواد الداخله في التفاعل مع اعداد ذرات نفس العنصر في المواد الناتجه عنه. المعاملات اللي بره دي قال لي هي الاعداد اللي تسبق الرموز اللي قبل الرمز في المعادله الرمزيه. طب الاعداد التحتيه هي اعداد التي توجد اسفل رموز العناصر المكونه للجزيء وتمثل عدد الذرات في الجزيء الواحد. قال لي خد بالك في المعادله الرمزيه الموزونه المعاملات اللي احنا بنحطها
هي ابسط نسبه تتفاعل بها المفاعلات لتكوين النواتج. يعني ما ينفعش احط رقم كبير. طيب احط ابسط رقم ينفع يمشي المعادله. يعني لو مثلا ممكن احط 6 وممكن احط 2، لا احط الاثنين احسن. الرقم 1 ما بيتكتبش سواء في المعاملات او في الاعداد التحتيه، عشان كده لو لقيت رمز ما جنبوش رقم يبقى ده عنده 1 مش مكتوب. طيب في التفاعل ده بيقول لي ايه؟ اف اي 2 او 3 زائد سي او هيدينا اف اي زائد سي او 2. ما تتخضش من شكل التفاعل، تعالى واحده واحده. احنا عايزين نعمل وزن للمعادله. طبعا اف اي او 3 ده اكسيد الحديد، وده اول اكسيد الكربون، وده رمز الحديد، وده ثاني اكسيد الكربون. تعالى نبدا بالحديد. الحديد داخل بكام؟ قال لي جنبه رقم اهو، داخل ب2. خارج بكام؟ بواحد. ما جنبوش حاجه، يبقى ما ينفعش يبقى داخل ب2 اخرجه ب2، اروح حاطط له هنا 2. يبقى الحديد داخل ب2 خارج ب2. حلو. الاكسجين داخله ب3 و1 4، خارجه بكام؟ ب2. حلو. تعال نحط هنا 2. بقت السي داخله بكام؟ السي داخله بواحد اهي، خارجه، ما احنا ضربنا بين الاثنين انا حطيتها اهي، ضربنا السي في 2 بقت السي خارجه ب2. طب تعالى بقى نظبط ونحط الاثنين هنا. ايه ده يا مستر؟ ده ما ظبطتش. طب نرجع تاني عادي، ايه المشكله؟ اهو حبيبي حبيبي، هنا كان سي وهنا زائد، وهنا كان سي او 2 وهنا زائد. خلاص كده؟ طيب يا مستر احنا عايزين نحل المشكله دي دلوقتي. دي 3 و1 4، ودي خارجه ب2، اعمل ايه؟ قال لي هنضرب هنا في 3 وهنضرب هنا برضه في 3. ازاي؟ قال لي تعالى نجرب. ادي 3 في 1 ب3، يبقى دي ب3 ودي ب3، دي 6. 3 في 2 ب6، يبقى الاو داخله ب6 خارجه ب6. السي داخله ب3 خارجه ب3. الاف اي داخله ب2 خارجه ب2. يبقى انا كده عملت ايه؟ ظبطت المعادله وعملت عليها حاجه اسمها وزن المعادله. في التفاعل مع عدد ذرات كل عنصر من العناصر في المواد المتفاعله والمواد الناتجه من هذا التفاعل، مجموع الاعداد التحتيه للذرات مع مجموع المعاملات. اولا يا مستر المعاملات اهم، ادي 3 و2 و3، دول المعاملات. طيب الاعداد التحتيه ادي 2 و3 وادي 2. اهو عايز مع عدد ذرات كل عنصر من العناصر في المواد المتفاعله والمواد الناتجه. اولا المتفاعلات ادي عنصر 2 3، والناتجه ادي عنصر 2 3. حلو. بعد كده قال لي عايزين بقى نعرف المتفاعلات ادي 2، الاف اي داخله ب2 خارجه ب2. الاو 3 و3 6، خارجه برضو ب6، 3 في 2 ب6. طب السي داخله ب3 خارجه ب3. طب مجموع الاعداد التحتيه تعال نجرب. ادي 2 و1 2 و3 5 1 6، وهنا ده في المتفاعلات يبقى 7. 2 و3 5 و1 6 و1 يبقى 7. طب حلو. مجموع الاعداد التحتيه للنواتج ادي 1 وادي 1 2 و2 يبقى 4. طب مجموع المعاملات في المتفاعلات كام؟ ادي 3 وهنا مفيش، فهنا في 1 يبقى 3 و1 4. مجموع المعاملات في النواتج ادي 2 و3 5. يبقى يا مستر لو لقيت المركب ما قابلوش حاجه يبقى قابله 1، لان الواحد ما بتتكتبش. مجموع اعداد ذرات كل عنصر من عناصر المتفاعلات لابد ان يساوي مجموع واعداد ذرات نفس العنصر في النواتج. يبقى اللي داخل لازم يبقى قد اللي خارج. مجموع الاعداد التحتيه لذرات عناصر المتفاعلات مش لازم يساوي الاعداد التحتيه، يعني مش عشان هنا اف اي داخل بعدد تحت 2 الاقيه هنا ب2، لا مش شرط. الشرط ان اللي داخل يبقى قد اللي خارج بس. طيب
مجموع المعاملات المتفاعلات ليس من الضروري ان يساوي مجموع معاملات الجزيئات النواتج. يعني المعاملات اللي انا هحطها هنا مش شرط تبقى قد اللي هنا، لان انا عايز اوزن بس في النهايه، عايز اخلي اللي داخل قد اللي خارج بس عشان احقق قانون بقاء الكتله. طيب ازاي اوزن المعادله؟ قال لي اولا يتم وزن المعادله بتحقيق قانون بقاء الماده تبعا للخطوات التاليه المطبقه. تفاعل غاز النيتروجين مع غاز الهيدروجين لتكوين النشاد اهو، N2 زائد، دول طبعا الذرات نيتروجين هيدروجين اكسجين، الثلاثه دول من ذرتين، وادي H2 هيدينا NH3. خلي بس انا عايز السهم يبقى بعيد لان احنا هنحط متفاعلات هنا. حلو، هو قال لي تفاعل نيتروجين مع هيدروجين لتكوين غاز النشاد. واحده واحده. ادي النيتروجين يا مستر داخل بعدد هنا 2 خارج بواحد، ينفع؟ لا، نروح حاطين هنا 2 عشان اوزنه. الهيدروجين داخله ب2 خارجه، 2 في 3 ب6، عايز اخلي ال2 دي 6، قال لي اضربها في 3. كده يا مستر انا عملت حاجه اسمها وزن للمعادله، خليت اللي داخل بقى قد اللي خارج اهو. يا سيدي اهو، هيبتدي نضرب ده في 2 وبعد كده نروح ضاربين ده في 3، فيروح عامل لنا يا مستر مجموع او معادله اسمها معادله موزونه او معادله رمزيه موزونه. خلاص كده يبقى احنا عرفنا ازاي. طيب يبقى اولا في المعادله دي هنبتدي نحط المتفاعلات يا مستر ونشوف اللي داخل بكام واللي خارج بكام. ده داخل ب2 خارج بواحد يبقى ما بيساويش بعض، ده داخل ب2 خارج ب3 يبقى ما بيساويش بعض. طيب نعمل ايه؟ قال المعادله دي لا تحقق قانون بقاء الكتله، لان الجزيئات اللي داخله مش قد الجزيئات اللي خارجه، ده تساوي. في حاله عدم التساوي بنتم تعديل احد المعاملات اهو التي تسبق الصيغ الجزيئيه للمركبات او رموز العناصر زي ما احنا عملنا. قال لي عشان نساوي عدد ذرات النيتروجين هنضرب هنا في 2 وهنضرب هنا في الهيدروجين في 3 عشان يبقوا قد بعض، لانه هنا خرج ب6، هنا انا هضرب 3 في 2 هيبقوا ب6، يبقى 6 بتساوي 6 و2 بتساوي 2، يبقى انا كده اللي داخل بقى قد اللي خارج. طيب ونفس الكلام اهو زي ما قلنا، هنلاقي ان في الاخر ده شكل المعادله اللي هتطلع ويبقى اسمها ساعتها معادله موزونه. تاني مثال كمان، تعال نخش على دي HGO هيدينا HG زائد O2. ال HG داخله بواحد خارجه بواحد اهي، ما جنبهاش حاجه، داخله بواحد خارجه بواحد. طبعا احنا ما بنحطش الاعداد دي، انا بحطها عشان نشرح. الاو داخله بواحد ما جنبهاش حاجه، خارجه باتنين، ما ينفعش، لازم الاو تبقى داخله باتنين وخارجه باتنين. اعمل ايه؟ قال لي هضرب هنا في 2. جميل. الاتش جي كانت واحد بقت كام؟ قال لي بقت 2 وخارجه بكام؟ بواحد. قال لي لا نروح حاط لها هنا 2. كده انا عملت حاجه اسمها معادله موزونه. عملت ايه؟ النواتج واحد واحد بيساووا بعض اهو، واحد 2 ما بيساويش بعض. اعمل ايه؟ قال لي اروح جاي مزود 2 هنا، فخليت الاو بقت قد الاو، بس مين اللي ضرب مني؟ الاتش جي. جيت اظبط البنطلون البدله ضربت. طيب ايه اللي حصل؟ قال لي يا مستر نحط بقى هنا 2 عشان نظبط الاتش جي تبقى داخله ب2 خارجه ب2، وكده انا عملت معادله رمزيه موزونه. تعالى بقى نشوف دي سي 3. ايه ده؟ لا مؤاخذه، سي 3 اتش 8 دي اعداد تحتيه زائد O2. نعمل كده هيدينا CO2 زائد H2. نمسك عنصر عنصر ما تتلخبطش. السي داخله ب3 خارجه بكام؟ بواحد، يبقى نضرب هنا في 3. الاتش داخله ب8 خارجه بكام؟ ب2 بس، عايز اخليها 8. 2 في كام؟ 2 في 4، يبقى نحط هنا 4.
طيب تعالى هنا بقى، الاو داخله ب2 خارجه، ادي 3 في 2 ب6، وده 4 في 1 ب4، 6 و4 10. عايز اخلي 2 دي 10، اضربها في كام؟ في 5. كده انا وزنت المعادله، خليت اللي داخل بقى قد اللي خارج. يبقى قبل البدء في وزن المعادله، تذكير ان الهيدروكربونات المكونه من عنصرات تتفاعل مع الاكسجين مكونه غاز ثاني اكسيد الكربون وميه. البدء بوزن الكربون اولا، بعد كده الهيدروجين، وبعد كده الاكسجين. هنبدا الاول بوزن الكربون. داخل ب3، نضرب الكربون هنا في 3 عشان يبقى داخل قد اللي خارج. حلو، ظبطنا الهيدروجين الكربون. نخش بقى على الهيدروجين، 8 وهنا 2، نضرب في 4 عشان نظبطها. طب حلو، ظبطناه. تعالى هنا بقى الاو، 2 في 3 ب6، و4 في 1 ب4. مش هنا 1 لان مفيش حاجه، 4 في 1 هنا يبقى هنا 4 وهنا 6، 4 و6 يبقى الاكسجين خارج ب10. داخل ب2، اضربها في 5 عشان تبقى 10. كده انا عملت معادله رمزيه موزونه سهله. تاني كمان مثال. لا انت رايح فين؟ نكمل. زين المعادله دي ام جي زائد اي جي ان او 3 هيدينا ام جي ان او 3 باي 2 زائد اي جي. المعادله دي فيها تركايه يا مستر. دي مش مركبين، دي مركب واحد اسمه مجموعه ذريه، وده اسمه النترات، وده بيتعامل كحاجه واحده. طيب تعالى هنا نبدا. الام جي داخله بواحد خارجه بواحد، خلاص. الاي جي داخله بواحد خارجه بواحد، خلاص. الان او 3 داخله بواحد، دي كلها اهي، خارجه ب2. الله، ازاي يا مستر؟ اتعامل معاها ازاي؟ قال لي نبدا اهو، يبقى دي داخله بوحدتين وخارجه، داخله بوحده واحده وخارجه بوحدتين. اولا عايز اعوض دي، اروح ضارب هنا في 2. تمام كده؟ بقى 2 في دي 1، دي كلها بتتعامل كانها رمز واحد، كانها عنصر واحد. عشان كده دي هنضربها 2 في 1 ب2، يبقى داخله ب2 خارجه ب2. حلو. طب انا هنا ما انا بوظت الاي جي، ما الاي جي خارجه بواحد وانا هنا مدخلها ب2. قال لي بس بسيطه، نحط لها هنا 2 بس اهو. وكده انا عملت معادله رمزيه موزونه. طيب كده يا مستر نكون الحمد لله خلصنا الدرس الثاني في الوحده الثانيه. ان شاء الله فاضل لنا درس ونخلص الوحده الثانيه، وهيبقى فاضل لنا 4 دروس ان شاء الله اسهل من بعض. ربنا يوفقكم يا رب، والسلام عليكم.